طيب سعادة الأستاذ سلطان مطر بن دلموك المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية معنا الآن عبر الهاتف. الأستاذ سلطان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو محمد كيف الحال؟ الله بخير الحمد لله يا رب. الله يبارك موايد فيك، الله يطول بعمرك، بخير يسرك الحال. أستاذ سلطان طبعا يعني نبارك لكم قرب حلول شهر رمضان المبارك، وأنتم في جمعية الشارقة الخيرية دائما ما تستعدون لهذا الشهر الفضيل بكثير من الحملات التي تدعو الجمهور للتبرع وتقديم يعني زكوات أموالهم وصدقاتهم في هذا الشهر الفضيل جمعية الشارقة لكثرة مشاريعكم ولله الحمد. فسعادتك ما أدري شو اللي عندكم بالنسبة لشهر رمضان هذه السنة. نعم الله يبارك فيك أولا، ونبارك الأخوة بقدوم شهر رمضان المبارك. سيدنا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يوفق الجميع لصيامه وقيامه. وطبعا في جمعية الشارقة الخيرية عقدت مؤتمرا يوم الخميس الماضي لانطلاق الحملة رمضان المبارك بحضور الأخوة ممثلي الدوائر المحلية الذين هم داعمين لهذه الحملة. نعم. والحمد لله هذه الحملة أبو مايد هي من الحملات الكبرى على مستوى جمعية الشارقة الخيرية السنوية، والتي في الحقيقة يعني يكون مردودها كبير جدا على الأسر وعلى المحتاجين وعلى كذلك إخواننا الصائمين. نعم. من خلال مواقع الإفطار وتوزيع الزكاة والمياه الرمضاني وأيضا كسوة العيد، وهذه كلها الأمور الحمد لله كلها تكون في هذا الشهر المبارك. طبعا تم الاستعداد لها استعداد مبكر جدا من قبل 3 شهور تقريبا. نعم. وشكلت لجان عدة لجان لكل موضوع لجنة معينة. نعم. والحمد لله اللجان قامت بدورها، وقمنا بحملة إعلامية كبيرة على مستوى الإمارة وبدعم المؤسسات المحلية جزاهم الله خير، ومنهم كذلك مؤسسة الشارقة للإعلام الداعم الإعلامي والشريك الإعلامي السنوي. والحمد لله كان مردودها طيب، يعني حصلنا ما يكفي للحملة الإعلامية من هذه المؤسسات. ووضعوا الأخوة خطة هذا العام لأن تكون جميع مواقع الإفطار مكيفة نظرا لشدة الحر. وإن كان بعض المواقع هي طبعا تحكمنا طبيعة الموقع في المسجد وضيق المكان، يكون أحيانا بعضها مش مكيف، ولكن غالبية الخيام المواقع مكيفة. الخيام طبعا جيدة وتكييف جيد، والحمد لله عندنا بيكون حوالي أكثر من 82 موقع على مستوى الإمارة. طيب أبو محمد، نعم. سعادتك بس سؤال، يعني أنا قرأت حقيقة في أكثر من صحيفة أنكم أطلقتوا هذه الحملة الرمضانية وتطمحون للوصول إلى 65 مليون درهم في شهر رمضان، صحيح هذا الكلام؟ اي نعم. طبعا كل سنة نعمل هدف حتى نصل لهذا الهدف، والحمد لله العام الماضي الأخوة وضعوا هدف 60 مليون. نعم. ولكن تجاوزوه إلى 62 مليون، وهذا العام طبعا سنويا من خلال تجاربنا أن كل سنة أفضل من سنة. نعم. في تجاوز المحسنين وزيادة دخل الجمعية، وضعنا 65 مليون، ونتوقع إن شاء الله أن نصل لهذا الهدف أو أكثر منه. نعم. طيب سؤال بالنسبة للتعاون مع وسائل الإعلام، أنا أعتقد أنكم تعاون دائم مع إذاعة الشارقة من خلال برنامج في شهر رمضان على طول شهر رمضان اللي نعم. هو الريح المرسلة. نعم. فما هي استعداداتكم بالنسبة للبرنامج؟ والله الحمد لله تم طبعا هذا نشكر الاخوان في اذاعه الشارقه طبعا، وكذلك في قناه الشاهد يخصونا بيكون كذلك في الحلقه. فالبرنامج هذا طبعا فيه استعداد سنوي من خلال مشاركه الاخوه من اعضاء الجمعيه او المتواجدين في الجمعيه. كل موضوع بيطرح موضوع اخر بيكون يا مثل كفاره الصيام، او مثلا عندك الافطار صايم، او مثلا في الوقت، فعلى حسب الحاجه الجمعيه لهذا الشيء. والحمد لله يعني عندنا احنا 3 حلقات اسبوعيه بتكون. نعم. ومستعدين الحمد لله، وتم تكليف بعض الشباب في لاداره هذه مثلا الحلقات. ان شاء الله الله يوفقكم ان شاء الله في هذه السنه في البرنامج، خاصه يعني ان اذاعه الشارقه وصل ارسالها الحمد لله لاماره ابو ظبي والعين، فهذه المناطق ان شاء الله يكون ايضا فيها الخير والبركه فيما يتعلق بتقديم التبرعات للجمعيه الخيريه. كلمه اخيره لك سعادتك. نحن طبعا نشكر اولا نشكركم جزيلا، نشكر جميع من ساهم معنا، ونشكر كذلك اخواننا المحسنين الذين يتواصلون مع جمعيه الشارقه الخيريه السنويه وتواصلوا على مدار العام. وايضا نذكر هنا بالخط الساخن من اراد ان يتبرع او يتواصل مع الجمعيه
اللي هو 050 700 7555. وايضا عندنا رسائل نصيه 7006 اللي هي 10 دراهم للصيام، من اراد ان يطلع افطار صايم عن طريق الرسائل النصيه. الرقم هو 7006 والمبلغ 10 دراهم. وكما تبين اليوم في الصحف بان هذا المبلغ يصل للجمعيه كاملا ولا يخصم منه شيء، ولكن الاتصالات هي تتواصل مع الجمعيه للخدمه في امور اخرى. جميل جميل. ونشكركم ونشكر الجميع على تواصلهم مع جمعيه الشارقة الخيريه. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. شكرا لسعاده سلطان مطار بن دلموك المدير التنفيذي لجمعيه الشارقه الخيريه. بالإنابة كان متحدثا معنا حول الحملة الرمضاني لجمعية الشارقة الخيرية، نسأل الله لهم التوفيق والسداد في هذه الحملة. وطبعا ذكر بعض الأرقام، أنا أتمنى خالد تأخذ الرقم وتحطه على الشاشة بحيث أن أي شخص ممكن يعني يبادر مبادرة طيبة وخيرة في التبرع للجمعية يستفيد من هذا الرقم ويتواصل معهم. طيب.